الغاز، ومن خلال نتائج هذه اللجنه ممكن ان نضع ايدينا على الجاني الذي تسبب في اصابه الملاعب المصريه. الستار اسدل يا كابتن مدحت في بورسعيد. نعم. ولكن المسرحيه كانت شغاله في كتير من مباريات الدوري. قدامنا طبعا ده المشهد اللي الحقيقه جابه لنا زميلنا عمرو ابو سنه بالموبايل بتاعه. هو كان موجود في المقصوره لما حصل هرج والمرج نزل بمهنيته العاليه ومسك موبايله وبدا يخش. ده مدرج النادي الاهلي. دي لقطات ربما مش حد شافها في مصر اطلاقا، لان هي داخل مدرج الموت، المدرج الاسود، المدرج اللي مات فيه شهداء الشباب. بص حضرتك المنظر عامل. شيلوا يا جماعه الستريب دي من فضلكم، شيلوها من فضلكم عشان نشوف كويس، الناس تشوف كويس. ده المدرج اهو. طبعا في طبعا كان طفوا الانوار فالاضاءه غير واضحه، ولكن نحاول نشوف المنظر. هو طبعا وقع بعد كده على الارض وربنا سلم معاه، كان ممكن يكون ضمن الشهداء، وجه النهارده ورجله في الجبس الحقيقه وشايلينه زملائه. ولكن المنظر منظر بشع. اللي حضرتك بتقوله يا استاذ فتحي، يعني شوف المنظر عامل ازاي. ده المدرج دي مجزره. وبيقول لك كل واحد من الجمهور بتاع الاهلي كان حواليه بتاع 10 على الاقل من الجانب الاخر. ما حضرتك احنا بنتكلم في ايه؟ الناس دي دخلت بالسنج ازاي؟ ما انت اتكلمت في الناس كلها اتكلمت فيه. نعم. داخله باسلحه بيضاء، داخله بسنج، داخله بمطاوي، داخله بحاجات بتخنق بيها. ناس داخله محدده هدفها. بدليل ان الفرقه كسبانه ومع ذلك بيمارس نفس العمل الارهابي الاجرامي اللي ممكن توصفه باي وصف. بالظبط. يعني انا مش عارف، لكن هو مش هنزود وهنطيل في هذا الموضوع، ولكن دي جريمه ارجو بعد اسبوع ان تعلن نتائجها ومن الجاني. لازم كابتن لازم حاجه ثانيه. اتفضل. لا اتفضل. لا عايز اقول انه يعني خلال هذا الاسبوع طبعا الناس بتتفرج. انا مش بص المنظر ذبح. بص المنظر. ويمكن طفي النور اللي كانوا بيستخدموه زود عشان الناس تتفرق، اداهم فرصه ان هم يضربوا في اي حد في اي وقت. هو طبعا عمرو مش قادر يحكم الموبايل بتاعه لان هو خاف من المجموعات الرهيبه. بس شجاع ان هو يعني شجاع جدا، لانه في وادي جوزيه بيحموه. ادي مانويل جوزيه اول لقطه، دي اول لقطه تجيله وهم حواليه مجموعات كبيره التفت حواليه. كامل ابو علي جنبه وكامل ابو علي مسكه من دراعه. طبعا هو اللي نزل مسكه من دراعه. هو اللي نزل مسكه من دراعه، والناس حوطوه يمين وشمال، والاستاذ كامل معاه بودي جارد موجود.